بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الدرس 15 لشرح كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد انتهينا في الدرس السابق من كتاب أو من باب الغسل، ونبدأ اليوم بإذن الله باب التيمم. ونبدأ في قراءة المتن أولا. هل أخ ثائر لك أن تقرأ المتن؟ هو مش موجود في السكرين. هل لك أن تقرأ المتن؟ عندك إياه؟ طيب، ما في مشكلة. الآن أنا أقرأ واسمعوا لعلكم بدأوا الآن يعني تستطيعوا أن تحللوا المتن بأنفسكم، يعني ما في حاجة للشروح. باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء فريضة، أو أبيحت نافلة وعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله، أو طلبه ضرر بدنه أو رفيق أو حرمته، أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، شرع التيمم. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاده. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما تيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. وإن نواه صلى كل وقت فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود الماء، ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم آخر وقت لراج الماء أولى. وصفته أن ينوي ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، ويخلل أصابعه. هذا هو موضوع التيمم، وهذا هو كان المتن. الآن نبدأ بشرح المتن كما شرحه الشيخ. التيمم من ناحية اللغة معناه إيش؟ القصد. أما من ناحية الشرع فهو التعبد لله سبحانه بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. فإذا أجاء التعريف ما هو التيمم؟ هو التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد الصعيد الطيب ولمسح الوجه واليدين به. طبعا هذه من خصائص الأمة، معروف أن التيمم من خصائص الأمة، لما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي. 5 أشياء النبي صلى الله عليه وسلم أخذهن لم يأخذهن أحد من قبله. ما هي؟ قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة، ولذلك كان ينصر بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض يجوز أن يصلي الإنسان في أي مكان في الأرض، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. طبعا في هناك تكملة للحديث. طبعا باقي الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء كانوا يستنوا حتى يأتي الماء. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا التيمم إذا لم يجد الماء حتى نستطيع أن نتعبد مع الله سبحانه وتعالى. شو سبب نزول الآية التيمم؟ سبحان الله، كانت حادثة معينة حدث مع سيدنا عائشة رضي الله عنها هي التي جعلت نزول آية التيمم، حيث أن عائشة رضي الله عنها كانت تتجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بعقد كانت تلبسه. يوم من الأيام تفقدت العقد فلم تجده، فصار الناس يبحثوا عن العقد. هم يبحثوا عن العقد، طال بهم الوقت حتى فقدوا الماء. فقدوا الماء. فنزلت آية التيمم حتى أن أبي بكر رضي الله عنه غضب من عائشة. قال حكى لها كلام أبكاها. قال أنت سبب في أنك خليت الناس في ضيق،
فنزلت هذه الآية، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل بكر، يا آل أبي بكر، مش أول، هذه أول بكر. طيب، والتيمم طبعا هو بدل طهارة الماء، أي ليس أصلا، هو بديل، إنما يسمى بدل. التيمم بدل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي ليس هو أصل بل هو بدل. طيب، يعني إيش نستفيد إنه كلمة بدل؟ أي إذا كان الأصل موجود فلا يجوز لنا أن نعمل بالبدل، فالأصل القائم. وكيف لنا ولكن هذه طارت وجود الماء بطلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك إذا وأنت إذا لم يجد الماء. أما إذا وجد الماء فإنه لا يجوز أن يتيمم. طبعا إذا وجد الماء حسا أو معنويا سنأتي إليه، أحيانا قد يجد الماء ولا تتيمم، قد تجد الماء ولا تتوضأ بل تتيمم في حالات معينة. الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة فإن ذلك خير. إذا لا يجوز التيمم وجود الماء معنويا أو حسيا. طيب، هنا في خلاف مهم جدا وينبني عليه أحكام كثيرة. هل التيمم رافع للحدث تجب له الطهارة؟ فرق شاسع بين هاي وبين هاي. هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ إيش يعني؟ يعني هل التيمم هو كالوضوء يرفع الحدث، وإذا رفعت الحدث يجوز لي أن أتوضأ، يجوز لي أن أصلي الفرض والنافل والسنة وخلص، كأنه زي الوضوء بالضبط، هو رافع للحدث، أي أنني أصبح على وضوء، إذا أنا تيممت أصبح على وضوء، أم أنه يعني فقط يبيح لي ما أريد منه، يعني أنا أتيممت، لا يقصد به كل الأحداث يا أخ خير، سنأتي إليه، يقصد به الحدث الأصغر والأكبر وإزالة النجاسة. أو هو مبيح لما تجب له الطهارة، يعني أنا بتيمم فقط من أجل أن أصلي، أنا مش على وضوء، لا أعتبر على وضوء، بل أنا أتوضأ بس من أجل أن أستبيح الصلاة، مفهوم؟ أو أنا أتوضأ بس من أجل أن أقرأ القرآن، أو أنا أتوضأ أنا أتيمم من أجل أن أقرأ القرآن، أو أتيمم من أجل أن أصلي فقط، أنا مش على وضوء، لم يزال موجود، بس أنا استباحت الصلاة لأني تيممت. فرق بينهما، بعض العلماء قال أنه رافع للحدث، وقال آخرون أنه مبيح لما تجب له الصلاة، له الطهارة. طبعا الصواب هو القول الأول. طبعا الشافعية ماذا يقولون؟ لا، أنه مبيح لما تجب له الطهارة، وكذلك الحنابلة. أما الشيخ بيقول لا، أنه لما تجب له أنه رافع للحدث، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. يريد إيش؟ ليطهركم، ما دام ليطهركم معناه رافع عن إيش؟ للحدث. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني أي رافع للحدث، والطهور بالفتح ما يتطهر به، ولأنه بدل الماء، والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث وكذلك طهارة إيش؟ التيمم، فلذلك الماء التراب يأخذ حكم طيب، إذا كان قول الأول لماذا يجب التيمم لكل صلاة؟ سنأتي إليه ثواني شوي. إذا كان قول الأول لماذا يجب التيمم لكل صلاة، ومن قال ذلك يا أخ ثائر؟ ومن قال أنه يجب التيمم لكل صلاة؟ من قال؟ إذا سنعرف الآن هل يجب التيمم لكل صلاة أم لا. أحسن أخذ سؤالك منطقي ولكن مغلوط بعض الشيء، لأن الكلام سنأتي إلى هل يجب التيمم لكل صلاة أم لا. إذا يترتب على هذا الخلاف، اسمع، يترتب على هذا الخلاف مسائل. إذا قلنا أنه مبيح، اسمع، إذا قلنا أنه مبيح فقط، بس بس مبيح عن عبادة لم يستبح به ما فوقها. يعني إذا أنا تيممت بس مشان أصلي ركعتين الوضوء، أو أنا تيممت ركعتين تحية المسجد، أو أنا تيممت بس من أجل أن أصلي النافلة أو أقوم الليل، ثم أذن الفجر وأنا بعد أتنفل، هل يجوز لي أن أتوضأ؟ هل يجوز لي أن أصلي الفرض بالتيمم بتاع النافلة؟ هل
هل يجوز لي أم لا؟ إذا كنا أنه مبيح فقط، مبيح، لا أخت أسماء أحسنتي، لا، إذا كنا أنه يتيمم، إذا كنا أنه يتيمم فقط مبيح، فإنه إذا تيمم من أجل النافلة لم يجوز له أن يصلي بالفرض. أما مثلا إذا تيمم لمس المصحف مثلا، إذا تيمم لمس المصحف هو بس يصلي، بده يتيمم بس مشان يمس المصحف، فإنه لا يجوز له أن يتنفل، لا يجوز له أن يتنفل. ولكن إذا كنا أنه رافع للحدث، مثل إيش؟ مثل إيش؟ إذا رافع للحدث مثل إيش؟ فإنه يتيمم لنافلة جاز له أن يصلي فريضة، وإذا يتيمم لمس المصحف جاز له أن يصلي به نافلة. مفهوم؟ فهمت إيش الفرق وإيش الفرق بين الأحكام؟ فرق كبير صح؟ هذا عند الحنابلة وهذا عند الشافعية وهذا هو الراجح. وإذا كنا أنه مبيح، اسمع يا أخ دائر، وإذا كنا أنه مبيح فقط مبيح، فإذا خرج الوقت بطلت الصلاة، أو بطل التيمم. مجرد أنه خرج الوقت بطل التيمم، لأن المبيح يقتصر فيه فقط على قدر الضرورة. فإذا يتيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر، فعليه أن يعيد إيش؟ التيمم، لأنه توضأ فقط من أجل صلاة واحدة، فإنه يعيد إيش؟ التيمم. طيب، يعني أخت أسماء بتسأل، يعني التيمم يقتصر على نية الفعل؟ نعم أحسنت أخت أسماء. يعني إذا أنا توضيت من أجل صلاة الظهر خلاص، فقط جاء لصلاة الظهر. إذا أنا توضيت من أجل مس مصحف، معناه أنا توضيت من أجل مس مصحف، التيمم من أجل مس مصحف، معناه أنا بتيمم من أجل مس مصحف، لا يجوز أن أفعل شيء آخر أعلى منه. وإذا خرج وقت الصلاة فإنه يجب أن أعيد التيمم. مفهوم إيش الفرق بين الأول وبين الثاني؟ فهمتوا إيش الفرق بين الأول والثاني؟ طيب، كذلك يترتب على هذا الخلاف أنه إذا قلنا أنه مبيح يشترط أن ينوي ما يتيمم له. نعم، إذا قلنا أنه مبيح يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع. وعلى القول بأنه رافع، طب هذا الثالث ما في حاجة له، إيش علاقتكم؟ طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن، أم في نجاسة الثوب، أم في نجاسة البقعة. طيب، ثواني. طيب، هنا الشيخ بيقول انه الماء، انه التيمم يعني بيرفع الحدث او النجاسي في البدن، سواء كان الحدث حدث اصغر. مش مسموع صوتي؟ حاول اختي ارفع عندك الصوت، حاول اختي ارفع عندك الصوت. بيقول لك التيمم سواء في الحدث أم في نجاسة البدن، أم في نجاسة الثوب، أم في نجاسة إيش؟ البقعة. يعني التيمم بيقدر أنت تتيمم عن الحدث أو تتيمم عن نجاسة في جسمك. يعني مثلا أجي عليك شغلي ما بتقدر تسيلها في الماء، إذا أن التيمم عبارة عن رفع الحدث الأصغر أو الأكبر وتيمم عن النجاسة. ولكن هذا الكلام عليه يعني عليه كلام، هذا الكلام ليس على صحيح. فالصحيح كما يقول الشيخ أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط. يعني إذا عليك نجاسي، على ثوبك نجاسي، فإنك لا تتيمم عنها، ما في حاجة تتيمم عنها. هذا الذي ورد فيه إيش؟ النص. إيش الدليل؟ أن هذا الذي ورد النص به. إيش أخت أسماء؟ نعم، إذا خرج وقت بطل التيمم. نعم، لا، مو بطل التيمم، بطل التيمم. هذا على قول أنه مبيح، ولكن الراجح أنه إيش؟ أن الطهارة الحدث، أن طهارة التيمم كطهارة الوضوء.
الراجح ليس مثل ما قال الشافعية وليس مثل ما قال الحنابلة، أن التيمم مثل الوضوء يرفع الحدث وليس مبيح. مفهوم يا جماعة شو الراجح؟ مفهوم؟ نعم. إذا تيمم لوقت ودخل وقت الآخر وما زال ما في ماء وبعده على وضوء أو بعده على التيمم الأول ما أتى بناقض من نواقض الوضوء، فإنه إيش؟ يبقى على تيممه، ما في حاجة يتيمم أخرى مرة. مفهوم؟ هذا الذي رجحناه، أن التيمم يأخذ بالضبط مثل أحكام الوضوء، ما في حاجة يتوضأ لكل صلاة. هذا الذي رجحناه والله تعالى أعلم. هنا ما التيمم عن النجاسي، مثلا إنسان صابته في ثوب نجاسي، أجى على ثوب بول وما في ماء يزيلها، فهل يتيمم عن هذه النجاسي؟ المذهب الحنابلة يقول نعم يتيمم عن هذه النجاسي. الشيخ بيقول لا، لا يتيمم عن هذه النجاسة. ليه؟ لأنه فيش دليل أصلا أنه يجوز التيمم عن النجاسة، هذه أولا. واثنين، أن طهارة الحدث عبادي، فإذا تعذر الماء تعبد الله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب. أما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده. يعني إذا أنت تيممت شو دخل؟ النجاسة ما زالت موجودة، فمتى خلى من النجاسة ولو بلا نية طهر منها. يعني مجرد أنك تروح عنك النجاسة حتى لو بدون نية فإنها تزول. يعني إزالة النجاسة ليست عبادة. إذا ماذا يفعل؟ وإلا صلى على حسب حاله، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها. إذا ما زال البول موجود على جسمك وأنت ما عندك أوعى تغير، واحد عندك ماء يزيل النجاسة وما عندك طريقة ثالثة تزيل النجاسة، ماذا يفعل؟ ولا شيء، يصلي على حسب الحال اللي هو فيها، يصلي على حسب الماء الحال اللي هو فيها. وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء زال بها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. مفهوم يا جماعة؟ أن التيمم فقط الحدث. لا الجنابة ليست أصلا نجاسة. أخ ثائر، لا تخلط الأمور. الجنابة ليست نجاسة، الجنابة شيء آخر. نعم، لا تقاس عليه. نعم أخ ثائر. طيب، إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، متى يتيمم؟ إذا دخل وقت فريضة. ومتى أي يشترط للتيمم؟ دخول الوقت أو إباحة النافلة. واحد يصلي نافلة ولكن وقتها دخل، يعني مش بعد العصر ولا بعد الفجر، لا، نافلة يجوز أنك تصليها، فيجوز لك أن تتيمم. هذا الشرط الأول لصحة التيمم. على قول بأنه مبيح. إذا قلنا أنه مبيح فإنك يجب أن تتيمم إذا دخل وقت الفريضة. أما إذا قلنا على أنه رافع للحدث فإنك يجوز أن تتيمم قبل أن يدخل الوقت، يجوز لك أن تتيمم قبل الدخول للظهر، لأنك عادي بدك تتوضأ في وضوء تيممك رفعت الحدث. طيب، وهنا بقول الشيخ لا يجوز التيمم في الوقت الذي لا يجوز فيه النافلة. لا يجوز التيمم في الوقت الذي لا يجوز فيه النافلة على قول أنه مبيح. طلع شو الفرق كبير بين هذا وبين هذا. وعلى القول الراجح كما يقول الشيخ، وهذا يبني على القول بأنه مبيح لا رافع، والصواب أنه رافع. فمتى تيمم في أي وقت صح. فما تيمم في أي وقت صح، ما دام أنه فيش ماء أو أنه يتعذر استعمال الماء، فإنك أي وقت تيمم فيه. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ طيب، السبب الثاني شو أخ داير؟ شو المشكلة عندك؟ إيش أخ داير؟ إيش المشكلة؟ طيب، الفقرة الأخيرة إيش بتقول؟ أنه إذا دخل وقت فريضة لا يصح التيمم إلا إذا دخل الوقت. لا يصح التيمم إذا دخل الوقت. هذا على المذهب. أنا ليه؟ لأنه قالوا أنه مبيح وليس رافع للحدث. بما أنه مبيح فلا يجوز لك أن تتيمم قبل أن يصبح الأمر، يعني قبل أن يدخل الوقت أو قبل أن تدخل العبادة. أما إذا كنا أنه رافع الحدث زي الوضوء فيجوز لي أن أتوضأ قبل ما يدخل الوقت. أنا عارف حالي بصحراء ما عندي ماء، أو أنا عارف أن أنا مريض مثلا، أنا صار لي فترة مريض من يومين 3 مريض، وأنا عارف أنه
مش ممنوع استعمل مي. طب ليش اتوضا؟ ليش اتيمم لما يدخل الوقت؟ لا، بقدر اتيمم وانت ما بدي. بقدر اتيمم وقت على 11 على 12 بعد دخول الوقت قبل دخول الوقت وانت ما بدي، زي ايش؟ زي الوضوء. هذا على قول انه ايش؟ رافع للحدث. هذا هو الصواب، انه رافع للحدث، فما تيمم في اي وقت صح. واضح الان؟ ان شاء الله بيكون واضح باذن الله. طيب السبب الثاني من اسباب التيمم عدم الماء. هذا الشرط الثاني لصحة التيمم، ان يكون غير واجدا للماء. يعني الماء غير موجود ابدا، لا في بيته ولا في رحله ان كان مسافرا، ولا ما قرب منه، يعني مش قريب عليه بالمره. سناتي الى ايش؟ قديش الكرب بالضبط. او زاد على ثمنه كثيرا. انظر سبحان الله، الاسلام راعى ايضا ذلك. يعني هو بيقدر يشتري، هو موجود المي، ولكن المي غاليه. المي غاليه، بيبيعوها بيع. يعني بقدر اشتريها، ولكن بقدر اشتريها بس للشرب. يعني استغلال. انا كنت في صحراء، واحد ببيع المي مثلا 200 دينار، وهي باصلها بتنباع ب 50 قرش مثلا. طب 200 دينار بالنسبه ل 50 قرش ثمن كبير. طب انا بقدر، هل يجب علي اشتري ولا لا يجب؟ قالوا اذا زاد على ثمنا كثيرا عدل الى التيمم، كانه مش موجود اصلا، ولو كان معه الالاف الدراهم. سبحان الله. ليه؟ قال لانه زي المعدوم، لانك انت معكش مصاري او ثمنه غالي. الشيخ بيقول انه اذا كان واجدا لثمنه، اسمع، انه كان اذا واجدا للثمن انت معك حقه، وحتى لو كان غالي وقادرا عليه، مش بس واجد وقادر عليه، فعليه ان يشتري باي ثمن. والدليل فلم تجدوا ماء، وهنا موجود ماء اصلا، فاشترط الله تعالى التيمم عدم الماء، والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه. اما اذا كان ثمنه زائدا فهذا يرجع الى العرض والطلب، او ان بعض الناس ينتهز حاجه الثمن. طيب، في هنا كلام كانه مقطوش انا شايف. طيب، او في كلام مقطوش. انا عندي الجال الكلام كله. سناتي اليه يا اخي مصطفى، سناتي. في كلام مقطوش. احنا الشرط الثالث اللي هو او ثمن يعجزه، يعني اذا وجد الماء وليس معه ثمن، او معه ثمن ليس كاملا، معه الثمن بس مش كامل. يعني حق الكنية مثلا حقها مثلا درهم، وهو معاه نص درهم، هذا يعتبر ايش؟ يعتبر معوش مي. هذا يعتبر انه ايش؟ معوش، فيجوز له ان يتيمم. او السبب الثاني استعماله. هنا هذا مش موجود في الشرح، مش عارف ليش بعد كده مش موجود. او خاف باستعماله. ايش يعني خاف باستعماله؟ يعني انه اذا استعمله تضرر جسمه. يعني ايش؟ مثلا يعني اذا استعمله صار مريض، فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى او على سفر. كما لو كان في اعضاء وضوئه قروح، مثلا في ناس في قروح باعضائه، او مثلا انسان محروق، عافانا الله واياكم، انسان محروق اذا استعمل الماء يبصر شو يصير فيه، صح ولا لا؟ او انسان عنده قروح اذا استعمل ماء، او مثلا مرات الدكتور الجلد بيوصف انه ممنوع تتحمم مده جمعه، او ممنوع يجي على مي عليك مده جمعه. طب المي موجوده بالحنفيات وما شاء الله. كثير ناس فكروا ان التيمم يعني مساله موضوع التيمم فقط الى اللي تعين الصحراء. لا يا جماعه، نعم سناتي اليه، وسناتي انه قديش هو انه هل هو ضعيف ولا غير ضعيف. مثلا انسان يتضرر في استعمال الماء، لا يموت ولكن يتضرر، يعني بزيد المرض عنده، او ببطل او بطول تيشفى، فانه في هذه الحاله يجوز له ان يستعمل ان يتيمم. كذلك مسألة مهمة جدا، لو خاف البرد، هذه تكلمنا عنها انا والاخ مصطفى الاخ مالك، كنا نتباحث في مسائل الفقه في مطعم البيتزا، فتبحثنا في هذه المسألة. لو خاف البرد، قام من النوم عليه جنابي مثلا رجل، وفيش مي مسخنة، فيش مي سخنة، وبده الوقت يسخن المي، او فيش مي سخنة او فيش سخان، اصلا بالاصل فيش سخان،
وإذا استعمل المي يمكن يموت، احتمال يموت يعني أو إنه إيش يصيبه قشعريرة ويروح على المستشفى، ما بيموت ولكن ضرر، فخاف على نفسه بسبب البرد. شو بهذه الحالة يساوي؟ يتيمم. أحسنتم، يسخن الماء. طيب يسخن الماء لو بطاسة، يجيب طاسة كثير فعلناها لما أحيانا كانش في سخان أو كذا، نجيب طاسة ويتحمم بطاسة. يضوي الأطمر يمكن ما إذا يمكن الأطمر بده ساعتين طيب يسخن، مثل بعض الناس قالوا لي إنه بده ساعتين تيسخن وهو يمكن يخرج الوقت، فماذا يفعل؟ يجيب طاسة يعبيها مي ويسخنها. طب إذا عنده الغاز خالص، إذا الغاز خلص، فيش غاز، لا في غاز مقطوع الزلمة ولا في مي سخنة، فإنه بهذه الحالة إيش؟ لا، ما في حاجة يروح عند الجيران الساعة 3 بالليل، فإن في ذلك مشقة، فماذا يفعل؟ يتيمم. فإن بهذه الحالة إيش؟ يتيمم، لأنه خشي على بدنه من الضرر، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عمر بن العاص مرة أجنب، صار عليه جنابي، فماذا فعل؟ تيمم. فماذا فعل؟ تيمم وفي مي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتوضأت صليت بالناس على جنابة؟ قال: يا رسول الله، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأنا إذا توضأت بالماء البارد أو إذا تحممت في الماء البارد بموت. فماذا فعل؟ تيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر نوع حديث إقراري أو حديث إقرار فعلي. طيب، لا أخت آية، أحيانا إنسان فعلا زي رجل كبير بالعمر، أو زي مرأة حامل، أو زي إنسان مريض، أو شاب هيك لطيف ناعم، ما بيقدرش يتحمل مي سخنة، مي مسكعة، يمكن يتضرر هيك، يعني سكع عليه وما في دفع يدفي، فلذلك يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. أو إذا طلبه طلب. لا أختي، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا ضرر ولا ضرار، وما جعل عليكم في الدين من حرج، صح ولا لا؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا، الأجر ما بيكون هيك إلا مو في ضرر، هنا في عندك إنسان يصيب بمرض. وإذا خاف على نفسه من البرد الشديد حتى لو بالتسخين وهو مريض. كيف كان أخت نادر؟ هذه الحالة ولا مرة صارت معي. كيف يعني إنه خاف على نفسه برد شديد حتى لو بالتسخين؟ يعني هو يتضرر باستعمال الماء؟ هل هو يتضرر باستعمال الماء مطلقا؟ أخت نادرة؟ ما هو أخت نادرة، ما هو في تسخين. أخت نادرة، مو في تسخين، يعني يسخن الماء ويتحمم فيه. شو المشكلة يتحمم في مي سخنة؟ شو الضرر اللي يتسبب فيه؟ نادرة. طيب، حتى تكمل السؤال، نكمل الآن. طيب، إذا خاف من طلبه ضرر، يعني هو بيقدر يجيبه، ولكن إذا طلبه، إذا راح يجيبه في ضرر عليه. يعني مثل إيش؟ مثلا اللي يبعده، يعني عن جد بعيد، مثلا هو الآن ساكن في الفحم أو ساكن في معاوي مثلا، والماء موجود، مقطوع المي يعني معاوي مثلا، والموجود الماء في عين إبراهيم. هل يجب علي أن يذهب إلى عين إبراهيم مشي مشان يجيب الماء، أو الساعة 1 أو 2 أو 3؟ لا، لأن بسبب في ذلك ضرر عليه لبعده عنه، لبعده بعض الشيء، أو لشدة برودة الجو، أو سكعة، أو مثلا سكعة، يعني يروح على البير اللي بحد دارهم بس سكعة كثير ما بيقدر يروح يجيب المي، فلذلك ماذا يفعل؟ يتيمم. تقول له: سبحان الله، قديش بعيد؟ سنأتي إليك قديش بعيد أخ مالك. هذا يرجع إلى العرف، سنأتي إليك قديش بعيد. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سنأتي إلى أخ،
ولا تقتلوا أنفسكم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك لا ضرر ولا ضرار. كل هذه الأدلة تدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يتضرر من أجل العبادة. طيب، أو رفيقه، انظر إلى سبحان الله، يعني الضرر مش عليه، على صاحبه، أي إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر رفيقه. مثال ذلك أن يكون معه قليل ماء، معه ماء قليل ورفقة، يعني هو طالع مع جماعة 5 6 ومعهم مي، هو مش عطشان وعارف انه شرب ومش راح يعطش من هنا لساعتين، بس اذا شرب المي اذا تيمم بالمي فان صاحبه واصحابه مثلا واحد منهم راح يتضرر، مش هو راح يتضرر، صاحبه. انظر، فانه بهذه الحالة يجب عليه ايش؟ ان يتيمم، فانه كايش؟ فان استعمل ماء عطش الرفقة وتضرره فنقول له تيمم ودع الماء للرفقة. وظاهر قوله أو رفيقه أن يشمل الكافر والمسلم حتى، سبحان الله، حتى لو كان الرفيق كافر، ولكن بشرط أن يكون الكافر معصوما، هو الذمي والمعاهد والمستأمن. من بقي هؤلاء الذمي والمعاهد والمستأمن دمه معصوم. من بقي الحربي، أحسنت أخير، المحارب أو الحربي، فإنه بذلك دمه حلال، الحربي أو المحارب دمه حلال وليس معصوم. طيب، أو حرمته، يعني إذا إيش؟ مرته، مش بس رفيقه، مرته، يعني إذا أنت استعملت الماء مرتك تتضرر فإنك يجب أن تتمم. أو ماله، أي خاف باستعمال الماء أو طلب التضرر، مثلا يعني هو إذا استعمل المال تبعه، مثلا الفرس تبعه أو الحصان تبعه راح يعطش وراح يموت، هذا مال، هذه يعني أقول لكم أنت طالع بسيارة، احسنت. طيب اخت اسماء، انت اختصرت الموضوع، يعني انا بفضل اسكت زي ما قلت، فلا خلينا يعني اقول الاسباب احسن على اساس انه الواحد يقيس عليها. لا انا مش قصدي. طب انت طالع بسياره مثلا ومعك كميه مي، وانت عارف انه في مكان فيش فيه مي، والسياره بتحتاج الى مي، يا انت يا السياره، وانت يعني يا انت تتيمم فيها يا بتحط للسياره مي، شو بتساوي بهي الحاله؟ انت بتحط للسياره مي وتتيمم ولا بتتوضا فيها؟ شو رايكم؟ انظر، او ماله اذا تلف المال، والسياره اذا مشيت فيها وفيش فيها مي شو بصير فيها؟ تخرب، صح ولا لا؟ اذا لا يجوز لك ان تتيمم وان تترك السياره تخرب، لا، يجوز لك تتوضا تترك السياره تخرب. فان حتى الحيوان اذا معك كلب او معك حصان او معك فرس فلا يجب لك ان تتوضا بالمي اللي معك، لا، فانك بهذه الحاله تستعمل التراب وتتيمم وتجعل الفرس يشرب. او بعطش، اذا هذا عطشوا او مرضوا او خاف على نفسه الهلاك فانه في ذلك او ونحوي، اي انواع من الضرر بيسبب لك استعمال الماء فانك يجوز في هذه الحاله ايش؟ هذه اللي قالت اخت اسماء، اي نوع من الضرر يجوز لك ايش؟ يجوز لك ان تتيمم. فالضابط ان يقال الشرط الثاني تعذر استعمال الماء اما لفقده حسا او للتضرر باستعماله او طلبه. مثلا اخواننا اللي في سوريا، ما احنا احيانا حتى يخرج من الماء من البيت حتى يجيب ماء فان القناص بيكون واقف بيضربهم، فهذه الحاله هل يجوز لهم ان يتيمموا؟ نعم يجوز طبعا من باب اولى. طيب، شرع التيمم، يعني ايش شرع التيمم؟ يعني كل هؤلاء الحال شرع لهم التيمم، اي وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة، واستحب لما تستحب له الطهارة بالماء. طيب، ومن وجد ماء، اسمع لهذه المسألة، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره يتيمم بعد استعماله. يعني واحد عنده كمية مي، كمية المي بتاعها، كمية المي هاي بس بتكفيه يغسل رجليه، يغسل وجهه ويدين فقط، عنده يغسل وجهه واليدين، ماذا يفعل بهذه الحالة؟ هل يتوضأ بما معه من ماء ثم يتيمم، أم هل يتوضأ ولا يتيمم؟ هنا في المسألة فيها خلاف. المذهب شو بيقول؟ ومن وجد ماء يكفي بعض طهره يتيمم بعد استعماله، يتيمم ما معه من ماء ثم يتوضأ بما معه من ماء ثم ايش؟ يتيمم. فيجب ان يستعمل الماء اولا
وجهه ويديه ثم يتيمم لما بقي من أعضائه. وسبب تقديم استعمال الماء ليصدق عليه أنه عادم للماء. ما هو إذا أنت استعملت الماء كأنه ما فيش ماء، ساعتها بتتيمم. أما إذا الماء موجود، إذا الماء موجود وأنت تيممت، مع إنك أنت معناه أنت الأصل موجود، فلا يجوز العدول إلى الأصل ومع وجود إيش؟ البدل. والدليل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا اللي استطاع عليه إنه يتيمم، إنه يتوضأ بس ركنين وترك الباقي، فهذا اتقى الله ما استطاع أو أتى ما استطاع. ولذلك كما قال الشيخ فنحن مأمورون بغسل الأعضاء، فغسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل وتيممنا لمسح الرأس وغسل الرجلين لتعطر الماء، فاتقينا الله بهذا الفعل. فلا تضاد، يعني فيش هناك تضاد بين الغسل والتيمم. وقال بعض العلماء لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم. في نصف الأعضاء فأكثر فما يستعمل بلا تيمم، وإذا كان يكفي لأقل نصف فلا يستعمل بل يتيمم فقط. قالوا حسب المي، إذا المي أكثر من عضوين نتيمم، نتوضأ، إذا أقل من عضوين نتيمم. إيش قالوا؟ شو العلة؟ قال أنه كيف يجمع بين البدل والمبدل؟ كيف إنك أنت نجمع بين البدل والمبدل بين الماء والتيمم؟ هذا الكلام صحيح في أي مسألة؟ هذا الكلام صحيح في أي مسألة؟ اللي بذكر عن جد بيكون ذكي. لا، أنا بتكلم في الفقه. كيف نجمع بين البدل والمبدل؟ كيف نجمع بين البدل والمبدل؟ ذكرنا في مسألة مرة كيف نجمع بين في مسألة مسح الخفين، مسح الخفين. شو الجواب تقريبا؟ كيف نجمع؟ قالوا إذا كان الجوارب بدك ساعة ستتذكر. قالوا إذا كانت طيب إذا كانت الجوارب أو الخفاف مخزوقة فإنه لا يجوز المسح عليها. ليه؟ لأنك أنت مجبور تغسل المخزوق وتمسح الجورب، فلا يجوز الجمع بين البدل والمبدل. ذاكرينها؟ لا يجوز لك أن تجمع، أن تمسحها وتغسل مع بعض. ذاكرين يا جماعة؟ منيح، كويس إني ذكرتيها. فلا يجوز الجمع هنا بين التيمم والوضوء، هذا جمع بين تضاد. وعلل ذلك أيضا من القاعدة العامة في الشريعة تغليب جانب الأكثر، فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تيمم، وإذا كان العكس فتيمم ولا تغسلها. العلماء على ذلك فقالوا لا، هنا ما جمعناش احنا بين هاي وهاي. قالوا لا، التيمم هنا عن الأعضاء التي لم تغسل وليس عن الأعضاء المغسولة. احنا تيممنا عن الأعضاء التي لم تغسل وغسلنا الأعضاء التي معنا فيها ماء. إذا فيش جمع بين اثنين، فليس فيه جمع بين البدل والمبدل، بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه، لأنك غسلت الأعضاء التي تغسل ومسحت على الخف بدلا من غسل الرجل التي تحته. وبعض العلماء قال لا، أنه يستعمل الماء مطلقا فيما يقدر عليه ولا يتيمم. طبعا خلاف بين العلماء كبير. الشيخ برجح والصواب ما ذهب إليه المؤلف. ربما يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين طهارة المسح وطهارة الغسل. مفهوم يا جماعة؟ ماذا يفعل؟ إنه يتوضأ بما معه من ماء، يتوضأ بما معه من ماء ثم يكمل الباقي تيمم. طيب، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. مثلا إنسان مجروح في وجهه ما بيقدر يتوضأ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ ولا بيقدر يمسح. يعني من كان في أعضائه جرح، والمراد جرح يضره الماء، مثلا محروق في إيده، محروق في وجهه، محروق في رجله، ما بيستطيع أنه يتوضأ، فإنه يتيمم لهذا الجرح وغسل باقي الأعضاء. مثل إيش؟
يعني هو بيغسل ايديه. ليش افوت انا هنا في الموالاة وعدم الموالاة؟ ليش افوت؟ ولكن انا بعطيكم من النهاية، بعطيكم في النهاية. لا هنا اعطيكم النهاية. طيب اذا كان الجرح في اليد فانك ايش؟ اول ما تغسل وجهك اولا، ثم تتيمم. بدل ايش التيمم؟ بدل ايش بيجي؟ بدل ايش التيمم؟ بدل غسل ايش؟ بدل غسل ايش؟ العضو هو اللي هو الوجه، اللي هو اليد. بدل هو غسل العضو المجروح، انك انت اول شيء تغسل وجهك عادي، ثم تتيمم عن اليد، تتيمم عن اليد، ثم تمسح رأسك عادي، ثم تغسل رجليك. وهنا يجب ان يكون معك منديل. ليش؟ حتى تنشف به وجهك ويدك، ولانه يشترط في التراب ان يكون له غبار، صح ولا لا؟ فانك انت بتغسل وجهك، انت بتقتصر فقط على الفروض. تغسل وجهك، بعدين تمسحه، بعدين تتيمم عن ايش؟ عن العضو المصاب، تتيمم عن العضو المصاب، ثم بتكمل عادي تمسح رأسك عادي بالماء، ثم تغسل رجليك عادي. مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا أنت خليني مثلا نسأل الأخت أسماء الهرجان. إذا أنت يعني إذا واحد الإنسان وجهه لا يستطيع أنه يغسله ولا يضع عليه ماء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يغسل اليدين ثم يمسحهما وتيمم ثم يكمل الوضوء. في خطأ صغير، مين بذكر شو الخطأ اللي ذكرته؟ شو الخطأ اللي ذكرته؟ ما له غسل يدين؟ لا في خطأ صغير. احنا حكينا انه بالتيمم الاقتصار فقط على الفروض. مين اللي بيسبق اول؟ مين اللي بيسبق اول؟ الوجه ام اليدين؟ الوجه. اذا هل التيمم اول ام غسل اليدين اول؟ الوجه اول. اخت نادرة، احنا بنتكلم اذا انسان اراد ان يتوضا وضوء بدل التيمم يقتصر فقط على الفروض، ان هن غسل الوجه واليدين ومسح الراس ثم الرجلين. هو الانسان عنده مشكله في وجهه، لا يستطيع انه يغسل وجهه. هذا الانسان عنده مشكله في وجهه، ماذا يفعل؟ هل يغسل يديه زي ما قالت اخت اسماء ثم يتيمم ثم يمسح راسه ورجليه، ام لا يتيمم؟ يا اخي فاير شو بقول؟ يتيمم للوجه ثم يكمل الفروض بشكل عادي. احسنت اخ فاير، هذا هو الجواب الصح. اخت اسماء فقط انت قلبتي. مفهوم يا جماعه؟ يعني انت بتغسل، انت بتتيمم عن العضو المصاب، انت بتتيمم عن العضو المصاب لما يجي وقته. بعض العلماء قال لا، بتتيمم بالاول بعدين تتوضا عادي. منهم قال لا، بتتيمم بالاول تتوضا بالعادي ثم تتيمم. منهم قال لا، بالنص. التيمم بيكون بالنص حسب العضو، لما توصل العضو تتيمم. اخت اسماء، يعني مش بالتيمم بالبدايه نتيمم باليدين ثم الوجه؟ لا، اول شيء الوجه. ما هو التيمم جاء بدل الوجه، التيمم جاء بدل الوجه، ثم نغسل اليدين عادي كما نكمل. بعض العلماء قال لا، التيمم بيكون في البداية حتى وأي كان عضو مصاب، نتيمم بعدين نتوضأ. منهم من قال لا، نتوضأ بعدين نتيمم. ومنهم من قال حسب وانت بتوصل العضو اللي انت مصاب فيه. يعني العضو كان مثلا بالرأس، مثلا رأسه مفتوح، يتيمم، بيغسل وجه، بيغسل الايدين، بتيمم وبكمل الرجلين. مفهوم؟ الراجح هنا بيقول الشيخ انه لما توصل العضو.
بيمشي اختي فيروز، ما في اي مشكله اذا سبق التيمم الوضوء او الوضوء تيمم، ولكن الترتيب واجب، الترتيب واجب. فلذلك الافضل ان يتيمم عندما يصل الى العضو، يتيمم عندما يصل الى العضو. وعلى كله خير ان شاء الله. طيب، ويجب طلب الماء، ويجب طلب الماء. الواجب ما امر به الشرع على سبيل الالزام بالفعل، سناتي هذا في موضوع اصول الفقه، وحكمه انه فاعله مثاب. طب يجب طبعا فعل امر، ما في حاجه نفوت في اصول الفقه. طيب، في رحله اي عند الجماعه الذين معه، يعني اذا كان مسافر يجب عليه الرحل تبعه، الجماعه اللي معاه والمتاع، والمراد بالجماعه فاذا كان يعلم انه لا ماء. طب هو طالع مع جماعه وفعلا فيش مي، عارف انه فيش معهم مي، ما في حاجه معناها ايش؟ انه يقعد يسال معك مي معك مي معك مي، خلاص ما عارف انه الكل معوش مي. ولكن اذا توقع انه واحد راح جاب مي فانه يساله. فاذا يجب ان يسال في رحله وقربه، اي يجب عليه ان يطلب، اسمع هذا الكلام تكلمنا عنه، اي يجب عليه ان يطلب الماء فيما قرب منه، فيبحث هل هو قربه او حوله بئر او غدير. طبعا شو القريب؟ والقرب ليس له حد محدد. فيش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش قرب. الشافعية قالوا لا، القرب يعني تقريبا 150 تقريبا فرسخين، يعني 2 كيلو متر ونص، 2 كيلو متر ونص. طبعا هذا يعتبر بعيد نسبيا. بالعرف اليوم لا قريب، ليش؟ انه بالسيارة. والقرب ليس له حد محدد، فيرجع فيه الى العرف، والعرف يختلف باختلاف ايش؟ الازمنة. ففي زماننا وجدت السيارات، فالبعيد يكون قريبا، وفي الماضي كان قريب يكون ايش؟ بعيدا. اذا العرف حسب، مثلا اذا انت ساكن في عين ابراهيم، او ساكن في معاوي، وانت معك سياره تستطيع انك تذهب فيها الى ام الفحم، فان هذا لا يعتبر بعيد، تقدر تروح تجيب ميه وترجع، لانه اذا انت استطعت انك تروح بالسياره. نعم هذا اخ ثائر، نعم هذا الذي ذكره ايش؟ الشافعيه، قالوا هذا مسافه الاحتطاب، مسافه الاحتطاب 2 كيلو متر ونص، يعتبر بعيد نسبيا، مشي منيح يعني. يجب ان تذهب 2 كيلو متر ونص تبحث. طبعا الشيخ بيقول هنا حسب العرف، اذا كان بعيد بس عليك حتى بالسياره فلا يجب ان تذهب، اذا كان قريب يجب عليك ان تذهب. او بالدلاله، يعني ايش؟ يجب عليه ان يطلب واحد يدله على المي، او تسال حدا يعني من اولا يدله على المي. طيب، فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. يعني مثلا انسان صلى، اذا كان ما في سياره لا، حسب قربه، حسب ساعتها انت بتقرر هل هو بعيد، حسب الرجلين تعال، حسب الرجلين. يعني مثلا الاختيار مش زي الشاب مش زي المرأة، حسب كل إنسان وحالته. طيب، إنسان كان يصلي نسي وتيمم، طبعا إنه إيش؟ ما في ماء، ولكن نسي إنه في عنده مية في بئر حواليه، في بئر حواليه، ذكر ويصلي إنه في بئر حواليه، هل يجب عليه أن يعيد لا أو لا؟ يعني لو كان يعرف أنه حوله بئر لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر فإنه يعيد الصلاة. هنا بيقول لك المؤلف أنه يعيد الصلاة. فإن قيل كيف يعيد الصلاة وقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان. كما إنسان توضأ صلى بدون وضوء، فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة، توضأ بدون وضوء ثم تذكر أنه ليس على وضوء، ماذا يفعل؟ عليه أن يعيد الصلاة. وغير هنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي أنه لا يحاسب عليه من ناحية الإثم، لا يحاسب عليه. أما الفعل فإنك يجب عليه أن تعيد. وقيل لا يعيد لأنه لم يقصد، فإذا زالت الضرورة عاد إلى أصل التحريم. هذا اسمها هذه مسألة أخرى، إذا وجد الماء. الشيخ بيقول الأحوط أن يعيد، والعلماء إذا قالوا الأحوط لا يعنون أنه واجب، بل يعنون أن الورع فعله أو تركه، لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة. وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به. هذه مسألة مهمة. الشيخ برجح الأحوط أن يعيد. إذا أنت كنت ناسي إنه في بحدك بير، أو ناسي إنه في عندك مي، أو ناسي إنه الحنفية بتشتغل وتيممت، وبعدين تذكرت إنه صح في مي ما تحت، هل علي أن أعيد ولا ما عليش أعيد؟ فقول يعيد وقول لا يعيد، والأحوط أنه إيش؟ يعيد. الأحوط أنه
لكن أنا الصراحة أرى الله أعلم والله أعلم أنه يعيد. الله أعلم أنه إيش يعيد، لأن هذا نوع من التقصير، وأنه لا يؤاخذ في النسيان من ناحية الإثم. أما من ناحية الفعل ففعله باطل لأن الماء موجود. لا، أنا أرى والله أعلم أنه يعيد. الله أعلم أنه يعيد. طيب، وإن نوى بتيممه أحداثا. إحنا صرنا ساعة. طبعا هذا أكيد أخت أسماء، إذا وجد الماء ولم يدخل وقت الصلاة الأخرى عليه أن يعيد الصلاة. لا، عليه أن يعيد الصلاة التي صلاها. يعني إذا صلى الظهر بتيمم ولسه ما خرج وقت الظهر ووجد الماء، هل عليه أن يعيد الصلاة؟ هل عليه أن يعيد الصلاة؟ لا أخت أسماء، أي مذهب هذا ولا أي مذهب. الخلاف إذا رأى الماء وهو يصلي. انظر يا أخت أسماء، الخلاف إذا رأى الماء. تصور واحد شاف الماء وهو يصلي وكان تيمم، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ هذا عليه خلاف. كيف بتقول أنت إنه بعد ما صلى نعيد صلاته؟ لا، طبعا لا. سنأتي إلى ذلك، والدليل على ذلك قول ما ينهي الصلاة هذا أمر آخر سنأتي إليه. طيب، وإن نوى بتيممه أحداثا، يعني هو الزلمي أحدث مثلا بال، تغوط وخرج ريح، أكثر من حدث وجنابي، أي أجزأ هذا التيمم الواحد عن جميع هذه الأحداث. يعني مش مجبور يقول أني أنا نويت عن الحدث الأكبر أو عن حدث البول أو حدث عن الغائط. فإذا كانت متنوعة فإنه يتيمم واحد يكفي عن كلياتها، كإيش؟ كالوضوء مثلا، بالضبط كالوضوء. طيب، فإذا هذه أنواع من جنس واحد. طب إذا كانت من جنسين، يعني كان من جنس الحدث الصغير والحدث الأكبر، فإذا تيمم ونوى كل هذه الأحداث نويت عن كلياتهن، فإنك يجزي التيمم عن كل حدث أصغر ولا حدث أكبر ولا عن بول ولا عن غائط، كلياته بينفع كلياته في تيمم واحد. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. حكينا إحنا إنه التيمم يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، صح؟ طيب، ولكن المؤلف طبعا يقول إنه لو سقطت نقطة بول على جرح طري لا يستطيع أن يغسله ولا يمسح لأنه يضر إزالتها، فيتيمم على القول بالتيمم على نجاسة البدن. مش قلنا إنه المؤلف يقول إنه التيمم على القول بالتيمم على نجاسة البدن، يعني إنه التيمم يرفع النجاسة. قلنا هذا الكلام غير صحيح، صح ولا لا؟ قلنا هذا الكلام ماله غير صحيح. نعم، فإن التيمم لا يرفع النجاسة بل يرفع الحدث. طيب، والصحيح أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقا، وقد سبق بيان ذلك. أو مثلا إنسان كما لو حبس في مكان محبوس بالحمام والحمام كله نجاسي كالمرحاض، فيتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يتيمم للنجاسة. أحسنتم، يصلي على حسب حاله. طيب، أو خاف بردا، يعني خاف من ضرر البرد لو تطهر بالماء، إما لكون الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، إما لوجود هواء يتضرر به. نعم أخي، أحسنت. وهذه رأيناها كحال الكثير من الأسرى. نعم صحيح، حال مزري. سنأتي إلى باب لبس العورة، حتى إنه كيف يصلي وهو مشلح مثلا أو كيف كذا، سنأتي إليها. طيب، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. إذا عدم الماء، تصوروا، والتراب، إذا عدم الماء والتراب، كما لو حبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا يستطيع الخروج منه ولا يجلب له ماء ولا تراب، فأنه يصلي على حسب حاله. الذي هو أعظم شروط الصلاة هو الوقت وليس الوضوء. يعني مثلا إنسان مقيد بالسلاسل ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. مثلا أحيانا كانت تحقيقات عند في السجون بتقعد من 9 الظهر، من 9 الصبح، أحيانا تقعد لصلاة الفجر على نفس الكرسي ومكلفش بيديه وجرين، ولا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم. خاصة إخواننا اللي في غزة والضفة اللي شوي بيشددوا معهم في التحقيقات. يعني إحنا كنا نطلب مثلا نتوضأ عادي، ما في أي مشكلة، كنا نتوضأ ونصلي. يعني صح كانت التحقيق يقعد من الساعة 9
لصلاة الفجر تحقيق واحد على نفس الكعدة نقعدها مكلفشين، بس إذا كنا نطلب نتوضأ، أو كنا نطلب نصلي. بس إخواننا المتعين الضعفين ليس لهم حقوق، فما كانوا يستطيعوا لا يتوضوا ولا يصلوا، فكانوا يصلوا على حسب الحال اللي هم فيها. طبعا أخ مصطفى استراحة كمان، إنهم بيتناوبوا أكثر من واحد يروح يشربوا نسكافيه وكذا قبل ما إحنا نصلي، خافش برضه لمصلحتهم. طبعا هم اليوم صاروا أكثر إيش من باب الشغل، مش همهمش شيء إلا من باب الشغل، تلك الواحد بس مشان يمشي وقت مش أكثر. طيب على كل بالضبط. طيب الآن نتكلم إذا محافظ على الوقت اللي هو أعظم من شروط الصلاة. أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حسب الحال اللي هو فيها. ويجب التيمم بتراب. يعني إيش؟ فقط تراب، كونه التراب والتراب معروف، يعني ممنوع التيمم لا برمل ولا بحجارة ولا على بلاط ولا على حيط. فإذا عدم التراب، فيش تراب، كما لو كان في بر وليس فيه لا رمل أو ليس فيه لا طين لكثرة الأمطار، فيصلي بلا تيمم. هذا هو المذهب، يصلي بلا تيمم لأنه عادي من الماء والتراب. ايش الدليل؟ أن الله سبحانه وتعالى تربتها لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا. قال العلماء لا، هذا يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض، كل الأرض. طب ليش قلت التراب؟ لأنه قالوا في حديث آخر قالوا التراب. هذا كنا الخاص بعد العام، هذا الخاص بعد العام. نعم أختلف مسألة فقط الطهرين، لأن الأرض كلمة عامة والتراب خاص، فيقيد العام مع الخاص. إذا عندنا عام وجاء بعده خاص، هل يجب أن نخصص العام بالخاص الذي ذكر؟ قال الشيخ لا، إذا قيد اللفظ العام بما يوافق العام فليس بقيد. مثل قال رجل أكرم الطلبة، هذا عام. فإذا قلت أكرم زيدا، هل يعني معناه أنك تترك كل الطلبة لا تكرم أحد منهم بس تكرم زيد؟ أم يجب أنك تكرم زيد من باب يعني الخاص بعد العام ولكن لا يخصص؟ إذن بعد ما قلت أكرم الطلبة، هل يجب عليك أن تكرم الطلبة أم لا؟ أحسنت يا أخت أسماء، الخاص بعد العام لا يخصص. عجب عليك كرم، بالضبط. طيب فهذا لا يخصص العام لأنك ذكرت زيدا بحكم يوافق العام، لكن لو قلت لا تكرم زيدا وهو من الطلبة صار هذا تخصيصا للعام لأني ذكرته بحكم يخالف العام. ومن ذلك قول بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما في حاجة لها. طيب إذا القاعدة تقول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. هذه قاعدة مهمة جدا، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه. هذه القاعدة معناه إنه النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ جعلت تربتها لنا طهورا، وفي حديث آخر جعلت هي الأرض، معناه مش بس التراب، معناه الرمل والحجارة والحجر وكل شيء. فالصواب والصحيح أنه لا يختص التيمم بالتراب بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض. وإيش الدليل؟ قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. والله سبحانه يعلم أن الناس يطلقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية فلم يخصص شيء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل عنه أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم. مفهوم إذن كل ما على وجه الأرض فإنه يجوز لك أن تتيمم فيه، حتى لو كان الحيط، حتى لو كان أهم شيء بس يكون له غبار. سنأتي إلى موضوع الغبار. إذن يجب أن يكون التراب طهور، هذا هو الشرط الثاني. التراب طهور، تراب طاهر وتراب نجس. الماء ينقسم كالماء، فالتراب الطهور والتراب النجس الذي خرج. التراب النجس هو الذي أصابه بول أو مثلا عليه دم أو عليه كذا، فهذا التراب نجس. والله سبحانه وتعالى إيش قال؟ فتيمموا صعيدا
طيبات. الطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبيثا يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجس. أما التراب الطاهر، إيش يعني التراب الطاهر؟ الفراش في المشفى. الفراش دائر ليس على صعيد الأرض، هذا لا يعتبر على صعيد الأرض، هذه جماد، صح ولا لا؟ يعني نتكلم ما صعد عن الأرض مثل الحجارة، رمل، تراب، هذا الذي يتصاعد عن الأرض. الفراش ليس ما يتصاعد عن الأرض. صعيدا طيبا يحضر له تراب، إذا كان المريض يحضر له كالطشت تراب ثم يتيمم فيه، إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ، أو بلاطة أو أي شيء، أو يعني كلب طشت معين تراب يتيمم فيه، أو حجر، يعني الأفضل إنه تراب. في المستشفى ما المشكلة خفاير، كل يعني صحن تراب، صعب تجيب تراب من برا، صحن تراب وتفوته على المستشفى، بتطق عليه هيك مرتين وخلص، مش صعب خفاير. أما اللي على الفرش لا، ما بنفع الفرش. طيب، وخرج أيضا التراب الطاهر. إيش التراب الطاهر؟ هو التراب الذي يتساقط من وجه أو الكفين بعد التيمم. طبعا لوين وصل العلماء فيهم إنه يتكلموا إنه لا يجوز لك أن تستعمل التراب الذي إيش استعمله شخص آخر. طب مين يستعمل تراب استعمله شخص آخر؟ كما لو ضربت الأرض وغبرت ومسحت وجهك، ثم أتى شخص وضرب على يديك ومسح، يعني أخذ التراب اللي على يديك ومسح، فلا يجزي، لأن التراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة. نعم، هذا ذكرنا، كنا الراجح أن الماء المستعمل طهور وليس طاهر، صح؟ فيكون طهير غير مطهر. والصحيح كما يقول الشيخ أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهر غير مطهر، كما سبق في الماء فش اسمه تراب غير مطهر. طيب، غير محترق له غبار، هذه آخر مسألة نأخذها. غير محترق له غبار، يعني غير محترق اللي هو إيش كالخزف والإسمنت، فلا يجوز التيمم به، وهذا ضعيف. والصواب أن كل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر محترق أو غير محترق وطين ورطب أو يابس فإنه يتيمم به. له غبار، هذا هو الشرط الرابع من شروط التيمم، أن يكون له غبار، لأن النبي فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به كالتراب الرطب. وعلى هذا لو كنا في أرض أصابها رش مطر حتى ذهب الغبار فلا يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قوله من للتبعيض، ولا تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد. والصحيح طلع يقول الشيخ أنه ليس بشرط، والدليل قول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا غبار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الأرض الرملية والتي أصابها مطر ولم ينقل عنه ترك التيمم. طيب، وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بكفيه الأرض نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار، أيضا يزيل الغبار، إذن لا يجب أن يشترط أن يكون له غبار وأثر التراب. واشترط الأصحاب أن يكون التراب مباحا، يعني تكونش الأرض مسروقة أو مغصوبة. فإذا كانت الأرض مغصوبة فإنها طبعا فيها خلاف في أصول الفقه، سنأتي إليه بإذن الله. أعتقد نكتفي في هذا اليوم، لا نبدأ إن شاء الله في الفروض في الأسبوع القادم بإذن الله. في حدا عنده أي سؤال؟ وفيكم بارك الله سبحانه وتعالى. طيب، التسجيل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك.